حلم ولا علم ولا ايه؟ انت اكتر من اللي ياما حلمت بيه. انت حلم ولا علم ولا ايه؟ انت اكتر من اللي ياما حلمت بيه. انت بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. انت بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. دهب يوسف، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ تمام يا حضرتك. ايه؟ سلم خطيبتي. يا لهوي، عامله ايه؟ شبت تعالي خش. عامله ايه؟ انت روحي، انت حضني، انت بيتي، انت ضحكة دنيتي لو ابتسمتي. مستعد اموت عشانك لو رضيتي. تطلبي القمر ادهولك لو حلمتي. انت بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. انت بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. عيني احتاجها ليه. ورقة المبايعة دي تعتبر سند ضعيف. سند ضعيف ازاي يا حسام بيه؟ معمي الله يرحمه ماضي وباصل. هحط نفسي مكان القاضي لو انا بنظر في قضية زي دهيا متقدم لي ورقة مهرية ومكتوبة بخط الايد ومش مسجلة، وصاحب الامضة والبصمة ميت اصلا. وقصاد كل ده الطرف التاني اكيد عنده حجة الارض وسند الملكية الزراعية ومساندات تانية كتير. صحيح هم في اثناء نظر دعوة زي دهيا مش هيقدروا يصرفوا في الارض، لكن هم في كل الاحوال هيقدروا يوصلوا لحقهم في الارض وياخدوا اللي هم عاوزينه. ياخدوها بالكذب، يبقوا عارفين ان الحق معايا وياخدوا فلوس مش بتاعتهم. اهدى بس يا ايهاب، انت ليه مش عايز تروح تتكلم معاهم؟ مش يمكن لما تتكلموا توصلوا لحل يرضيكم انتوا الاتنين؟ فاطمه معاها حق، يا ريت تروح وتستغل صله القرابه اللي بينكم وبين بعض وتحاول ان انت توصل لحل معاهم يرضي جميع الاطراف. انما لو من البدايه جرجرتهم على المحاكم هيعندوا وممكن يعندوا اكتر كمان. على فكره لما انت كلمتني امبارح عن ظروف الارض وقلت لي هي فين، افتكرت حاجه كان قال لي عليها واحد صاحبي في الوزاره. عملت اتصالاتي واتاكدت. اتاكدت من ايه يا متر؟ الارض دي مش مجرد 5 فدادين داخلين في كردون مباني. اقشر لك بيضه. هو في ايه يا منيره؟ مفيش حاجه. ايه ماليش ايدين انا نونو مثلا هتقعدي تقشري لي بيض؟ لما احتاج بيض انا هقشر لنفسي. طيب طب دوق الفول ده، لو دلع اقوم اجيب لك حبه ملح. لا قوه الا بالله. لما انا هحتاج ملح هحط ايديا اهي. مالك؟ فيك ايه؟ من ساعه ما رجعنا من خطوبه الواد يوسف اخويا وانت متغير. تكونش زعلان من ماما اكمنها يعني قفلت عليك في الكلام وكده؟ قسما بالله العلي العظيم كلمه زياده ما انا جاي يوم الثلاث الجاي. لا اهو اتكتمت، يعني هتبقى مره واحده بس في الاسبوع، حرام عليك. اهو سكت. يلا قولي لي يا منيره. نعم. يا امك امبارح خدتك على جنب كده وقعدت تلوكي معاكي يجي ساعه. كانت بتقول لك ايه؟ كانت
كانت بتقول لك ايه يا منيره؟ كانت بتطمن عليا. كانت بتقول لك ايه يا منيره بالظبط؟ افتكرت. ده كانت بتشكي لي حالها، بتقولي محدش بيجي يطل عليها في البيت وانها بقت وحدانيه من بعدي، والواد يوسف اخويا الله يجازيه معيشها على البرجر. كانت بتقول لك عني ايه يا منيره؟ كانت خايفه عليا وبتوعيني وبتحذرني، يعني فكره ان انا حماره وممكن اي حد يمضيني على اي حاجه. حاجه زي ايه؟ توكيل مثلا؟ ما تاخدش في بالك، حصل خير هقوم اعمل اقعدي يا منيره. حاضر. انا الحاج خالد مخلوف همضيك انت على توكيل عشان انصب عليكي واخد فلوسك؟ يا حبيبي هي مش قصدها كده خالص، ولا حد يجرؤ ولا حد يقول كده ابدا. وبعدين انا رديت عليها ورديت رد جامد يا خالد. ربنا يعلم انت غالي عليا قوي. انت واثقه فيا يا منيره؟ ده انا سبت الدنيا كلها، سبت الونس، سبت الاهل، سبت كل الناس اللي حواليا عشان بس اقعد معاك، وان شاء الله حتى تطل عليا يومين في الاسبوع انا راضيه. جاي دلوقتي تقولي واثقه فيا؟ ده انا ثقتي فيك ملهاش حدود. بس الثقه مش بالكلام، بالفعل يا منيره. مش فاهم. بص يا منيره، انا ما ينفعش اقعد مع ست تحت سقف بيت واحد وهي مخوناني او شاكه فيا او بتحرص مني. انا احرص منك؟ بقول لك ده انا ماليش غيرك في الدنيا كلها، تقولي احرص منك؟ يا خالد ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. حلو، يبقى تقومي تغيري هدومك تنزلي معايا على الشهر العقاري تعملي لي توكيل عام. اهو سكاتك ده بقى بيثبت لي ان امك ما كانتش بتتكلم معاكي كلام فارغ، وانها فعلا كانت بتحذرك مني. ماشي؟ سلام عليكم. لا لا لا، والنبي ما تسيبنيش لوحدي، عشان خاطري ما تسيبنيش لوحدي. يبقى تقومي تغيري هدومك تنزلي معايا، يا اما كل واحد يروح لحاله. قلتي ايه؟ قلتي ايه؟ غير هدومي، غير هدومي. افطر هغير هدومي. بسرعة. لا اله الا الله، هو انا كفرت لما قلت لهم على فكره مشهد حلو؟ ايش عرفني انا بقى انهم هيشيلوا منك مشاهد؟ بقى وحياة ولادك يا شيخ، وحياة حجتك يا حاجة شريفة، انت ما تعرفيش ان هم ممكن ينتفوا الدور ويقصقصوه بسببك؟ لا كنت بشر عليكي يا بدريه، كنت عايزه ذنبك، كنت عايزه اطلع حلوه زي القمر ومنوره في الفيلم لوحدي وانت اركنك على جنب. بنت كلب قوي انا، ارتحتي كده؟ يا شريفة انت اعتزلتي بنفسك وبمزاجك، لكن انا خلاص الناس ما بقتش عايزاني. ما صدقت ما جالي دور مساحه، دور عليه القيمه، قلت اتسند عليكي عشان انت برضو ليكي اسمك، واسمك تقيل مش اي اسم. ابص الاقي الدور كده متقصقص. انت عندك حق، انا هتصل بيهم واقول لهم يسكوا على التعديلات اللي انا طلبتها دي. انا ما كنتش عارفه ان اللي انا طلبته ده ممكن ياثر على دورك، حقك عليا. لا طبعا ما تعمليش كده، ده انا ساعتها هيبقى شكلي زباله قوي، هيقولوا ان انا جيت وعيطتلك. طب انا اعمل ايه بس؟ ايه اللي يريحك دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه يا شريفه، بس لما انا برضو افكر تفكيره حلوه تنسف لك دورك ما تبقيش تزعلي. فكره ايه بقى است بدريه؟ لا دي ما تتقالش، دي تاخديها في وشك على طول يا شريفه. خلاص اعملي اللي انت عايزاه واللي يريحك. ماشي. يلا يا حنان، يلا بقى كده هنتاخر على ميعاد الزياره. ده انا ما صدقت اني هشوف ابني. ايه ده؟ هتخرجي كده؟ هخرج كده ازاي بس يا عمي؟ وانت لسه ما لبستيش يا حنان؟ يلا يا بنت بسرعه اعملي معروف. اصل ماما لسه مكلماني في التليفون وقايله لي انها هتيجي عشان تسلم عليك. سلم عليا انا؟ ما انا في خطوبه يوسف قلت لها ان انت تعبان وعشان كده ضيا ما راحش. يا بنت بس احنا لازم ننزل دلوقتي. ما هو في زياره اخر النهار. وانا هستنى لاخر النهار؟ انا ما صدقت انهم سمحوا لنا بالزياره وهشوف ابني، تقولي لي اخر النهار؟ بقول لك يا حنان انا هنزل انا قبل ما يجوا،
ولما تيجي امك بقول لها اي حاجه. اقول لها بس اي حاجه ازاي؟ دي هي جايه مخصوص عشان تطمن عليك. تصرفي بقى يا حنان، قولي اللي انت عايزاه انا نازل. طب استنى بس، انت هتعرف تروح لوحدك؟ هعرف، وانا عيل صغير هاخد تاكسي. ماشي ما تقلقيش. هات لي دي هنا يا حبيبي. ايوه هي دي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ماما؟ مبروك يا حنان. لسه ماما قايله لي على موضوع النوم. الله يبارك فيك يا حبيبي. هو الحاج جمال في اوضته؟ لا، اصل حصلت حاله وفاه في العيله، حاله من بعيد كده يعني، ابن عم ابوه، فراحوا ضياء يحضروا الجنازه. يحضروا الجنازه؟ طب نزل ازاي هو تعبان كده؟ ما هو بقى كويس يا ماما، والمرحوم غالي عليهم قوي. تشربوا ايه؟ لا مش هلحق اشرب اي حاجه، انا عندي مشوار كمان شويه يا ماما عارفه. انا خلاص هفتح الشركه كمان اسبوع. كان نفسي بس اسلم على ضياء، اهم حاجه بس ما تنسيش توصلي له. حاضر حبيبي. ماما ساعتين بالظبط وهرجع اخدك. ماشي يا حبيبي، روح ربنا يوفقك. خدي بالك من نفسك يا نونا. طيب. ماما انا هعمل شاي، تشربي معايا؟ انا مش عايزه شاي ولا قهوه، خليكي قاعده في مطرحك. انت المفروض تستريحي خالص الفتره دي. عارفه لو اختك كانت لسه عندي كنت قلت لك تعالي اقعدي معانا، على الاقل ما تمديش ايدك في حاجه. تصدقي يا ماما انا فعلا عايزه اقعد معاكي. انا محتاجه لك قوي يا ماما، قوي. حبيبتي ايه ده؟ مالك؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش حاجه. مفيش ازاي؟ اوعي يا حنان تكوني زعلانه انك حملتي تاني، ولا لسه بتفكري في اياد واللي حصل له؟ الله يرحمه يا بنتي، ده كان عمره اللي ربنا قسمه له، واهو الحمد لله ربنا بيعوض عليكي وعلى جوزك. تعرفي ان ضيا ده هيخش الجنه على قد ما صبر ده كله وفضل مثبت فيكي وسندك في كل الغم اللي شفتوه. ضياء تعبان قوي قوي يا ماما، وبيتعالج. بيتعالج من ايه يا بنتي؟ قوم يا هاني، قوم يا حبيبي، الله يرضى عليك، روح لها صالحة، ما تخليش شيطانك يخرب عليك. يخرب عليا انا برضو؟ وحياة ربنا ورحمة ابوك انا ما عايزة حاجة، انا كل اللي يهمني راحتك. انت تعبت كتير ومن حقك تستريح. انا مش رايح لحد، ايه اللي هتيجي؟ حياة امك هتيجي بعد ما رميت عليها اليمين في فرح اخوها؟ هتيجي. انت ما تعرفيش داليا زيي، ما شفتيش عينيها لما قلت لها انها طلقها، كانت متاكده ان انا مش هعملها، وراهنك هي دلوقتي نفسها ترجع وماسكه نفسها بالعافيه. ما تبقاش ديك رومي في نفسك قوي كده، ما جابش ابوك ورا غير النفس الكدابه دي. انا كنت رايح الفرح ده وناوي اطلقها اصلا، عشان لما اطلقها هي مش هتعرف تعيش من غيري وهترجع، ولما ترجع بقى اي حاجه هقولها مش هيتقال عليها لا. انا طلقتها عشان اقفل الباب ده من اساسه يا عم هاني. خليكي مع هاني تربحي. حماكي موجود اهو، انا هخش اطيب خاطره بكلمتين. ماما
هو يصح ان انا اسيبه لوحده واجي معاكي؟ مش بدل ما تقعدوا في وش بعض تقلبوا المواجع وتعيطوا على ضيا. خدي بس، انا هقول له كلمتين وارجع لك على طول. السلام عليكم يا حاج جمال. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اتفضلي يا حاج صفية. أنا مش جاية أتفضل، أنا بس جاية أقول لك شد حيلك. ضيا جامد وهيطلع من اللي هو فيه ده بإذن الله. أنت عرفتي؟ حنان قالت لك؟ وما تقوليش ليه؟ هو أنت فاهم يعني إن ضيا ده ابنك لوحدك؟ ما هو ابننا أنا كمان. ولادنا يا حاج ياما بيغلطوا وياما بيقعوا، بس بيرجعوا تاني يقفوا على حيلهم بعون الله. أيوه بس الوقعة دي ما منهاش قومة. ما تقولش كده يا حاج، ده انت راجل مؤمن. دي حكمة ربنا ان انتوا لحقتوه في نفس الوقت اللي عرفتوا فيه ان حنان حامل، يعني تفائل خير. لله الأمر من قبل ومن بعد. أنا من بعد إذن حضرتك يعني أنا هاخد حنان تقعد معايا كام يوم، بس إحنا قبل ما ننزل وضبنا البيت وعملنا لك أكل يكفي الأسبوع قدام. بس أنت بقى خلي بالك من صحتك، بلاش حوادق وملح وحاجات من دي. والقرآن اللي أنا شايفاه في إيدك ده اوعى تسيبه من إيدك، اقراه على طول، هو ده اللي هيبرد قلبك يا حاج. فوتك بعافية. يلا حبيبتي يلا. وبعدين يا لبنى، انا بدات اقلق عليكي بجد يا حبيبتي. انت ما بترديش عليا من امبارح، يعني انا كلمتك اكتر من 50 مره. على فكره انا رحت لك البنك وقالوا لي ان انت في اجازه، انا مش عايز اجي بس البيت عشان كريم. من فضلك يا لبنى، من فضلك طمنيني عليكي، طمنيني عليكي حتى لو برساله. يعني اكيد مش زعلانه لغايه دلوقتي يعني. من فضلك طمنيني، ما تسيبينيش اكل في نفسي يا لبنى، انا حرفيا باكل في نفسي يا حبيبتي. بحبك. تخيلي يا ماما، ديب بيربل عاملين حفله اكتوبر اللي جاي في لندن، يعني وقت ما انا هكون هناك انا ممكن اشوف ديب بيربل لايف. خلصت الهوم ورك اللي عليك؟ يا ماما هوم ورك ايه؟ انا بكلمك في ايه وتكلميني في ايه؟ بقول لك ديب بيربل عاملين حفله. عارف يا كريم، في حاجات كتير قوي بيبقى نفسنا نعملها بس مش شرط نقدر. يعني انا مثلا كان نفسي ادخل كليه طب واطلع دكتوره بس ما عرفتش. ومثلا كان نفسي ان احنا يبقى عندنا شاليه في الساحل نطلع له وقت ما نحب. وعلى ما جمعت فلوسه كان سعره عالي اكتر بكتير من اللي انا عامله حسابي عليه، فاضطريت اجل. ماما هو في ايه بالظبط؟ موضوع لندن حصل فيه مشكله؟ انا اسفه حبيبي. المدرسه اللي كانت المفروض تديلك المنحه الاداره بتاعتها اتغيرت ولغوا الموضوع ده خالص. يعني ايه يعني لغوا الموضوع؟
يعني ما فيش لندن يا كريم. بس عارف الPS4 اللي انت كان نفسك فيها انا ممكن اجيبها لك. مش عايز حاجه. هي منيرة دي هبلة؟ بقى في واحدة يبقى معاها 30 مليون جنيه وتعمل توكيل عام عادي كده؟ لو انت السادة ما اسموش هبل، ده اسمه النسوان اللي بتقدر رجالتها على حق. مش انت اللي عملتي لي الليله عشان قلت لك عايز 5 مليون وهتشاركيني بيهم. طب لم نفسك بقى. ولعلمك منيرة دي ممكن في لحظة تلغي التوكيل ده لو حد من اخواتها خد خبر ولعب في دماغها. صعب. دماغ منيرة دي لعبتي ويستحيل حد يعرف يغلبني فيها. طب اظبط بقى، اظبط بدل ما اظبطك. ماشي يا عسل. طب اقول لك ايه بقى، ما تخلينا في المهم. ما تقومي كده توضبي لنا شنطه فيها قميصين نوم بشخلعين من بتوعك ونكت لنا كده يومين 3 في اي حته. لا انا كنت فين؟ انا فاضيه؟ ده انا ورايا هم ما يتلم. ده انا عندي ميزانيه وجرد ولازم عناية تبقى في وسط راسي. ده انا حتى كنت هقولك يعني ان انا بكره هتاخر شويه. ميزانيه وجرد؟ والله. جرودي يا اختي، جرودي. يعني هو اسبوعين بس، اديني اسبوعين وانا هخلص كل حاجه وافضلك. يوه مالك اتقمصت كده ليه؟ طب يعني اذا كان على الدلع ممكن ادلعك وانت قاعد هنا مطرحك. تعالي اقعدي يا حنان، انت جايه تقفي في المطبخ؟ هعلق على الرز يا ماما واجي على طول. خليكي يا ماما، انا هاجي افتح الباب. طيب. ازيك يا حنان؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. اهلا. اهلا يا مرات عمي. ازيك يا ايهاب يا ابني؟ الحمد لله. ازاي احوالك؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ نحمده. انا اسف ان انا جاي من غير ميعاد، بس ان شاء الله انا مش هطول. ما تقولش كده يا ابني، ده بيتك. احنا هنتعشى كمان شويه، خليك اتعشى معانا. خليها مره تانية ان شاء الله. طب اسيبكم بقى براحتكم. حنان من فضلك، انا يهمني جدا تحضري الكلام اللي انا هقوله. كلام ايه يا ابني؟ انت كده وغشتني. انا بلغني يا حاجه ان انتوا بعتوا ارض القنطره. عم صالح قال لكم؟ ازاي يا حاجه تبيعوا حاجه مش بتاعتكم؟ ايه مش بتاعتنا؟ ازاي يعني؟ ما تقولي لها يا حاج. اقول لها ايه يا ابني؟ اذا كنت انا نفسي مش فاهمه. لا حضرتك مش فاهمه ولا مش فاكره؟ جرى ايه يا حاجه؟ انت ما تعرفيش ان عمي الله يرحمه كتب مبايعه بالارض لابويا من 30 سنه؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ ولما ابويا باع الارض احنا بقى ازاي ورثناها؟ وازاي بناخد ايرادها كل شهر؟ قول بقى ان انت عرفت ان الارض هتتباع فجاي تقول اي كلام وخلاص. انا ما بقولش اي كلام يا دكتوره، ومش جاي ارمي بلايا عليكم. في مبايع للارض دي والمبايعه دي معايا. ابويا وامي ما بيكذبوش. انا جيت النهارده عشان المفروض انتوا كمان تبقوا عارفين الحق فين وترجعوه لاصحابه. حق ايه؟ ده بيقول حق ايه يا دكتور؟ اللي اهله سايبينه 30 سنه. طب ما تقول كلام عاقل كده عشان اقدر افهمك واصدقك. الظاهر بقى ان عم حسن كبر وبيخرف. لا بقى روح اقعد مع ابوك وشوف بقى ارض ايه وورقه ايه. الكلام ده ما يخصناش خالص. اهدي يا حنان. اهدى ايه يا ماما؟ انت مش سامعه بيقول ايه؟ اهدي واقعدي. ابن عمك ما بيقولش كلام غلط. ابوكي الله يرحمه صحيح كتب ورقه مبايعه بالارض لعمك حسن، والكلام ده من زمان،
من قبل ما يموت بكام سنة. بس أنا مش عارفة إزاي نسيت حاجة زي دي. إيه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ماما انت فاهمة بتقولي ايه؟ سمعت يا دكتورة؟ أبويا ما بيخرفش. أنا كان ظني برضو يا حاجة إن أنت كنت ناسية. ما هو مش معقولة هتكوني فاكرة حاجة زي كده وتمشي في البيعة كده عادي. يا ريت حضرتك تفهميها وتفهمي إخواتها، ولما يستوعبوا الموضوع نحدد ميعاد ونتكلم فيه ونشوف بقى هنعمل إيه مع الناس اللي اشترت الأرض دي. دكتورة، إحنا عاوزين نحل المسألة ودي، مش عاوزينها توصل للمحاكم عشان نقف قصاد بعض. سامعة يا دكتورة؟ مش عايزين نقف قصاد بعض. ماما قولي ان كل الكلام اللي قلتيه ده مش حقيقي، مش حقيقي. انت تعبانه ومش مستحمله اللي بيقوله، فقلت تقولي له اي حاجه عشان يمشي، مش كده؟ اهدي بقى يا حنان. اهدى ايه يا ماما؟ احنا في مصيبه بعد ما خلاص رتبنا كل حياتنا على الفلوس دي، يجي حد كده يهدلنا كل حاجه. لو فضلتي تندبي كده يبقى احسن لك تروحي بيت. اندب ايه يا ماما؟ انت لسه شفتي ندب؟ ولا اخواتي لما يعرفوا الموضوع ده مش هيندبوا، ده هيقلبوا الدنيا. اوعي تجيبي سيره لحد من اخواتك، الموضوع ده لسه فيه كلام. كلام ايه يا ماما؟ كلام ايه؟ ده انت بتقولي في ورقه مبايعه. ايوه بس الورقه دي بتاعت عمك حسن مش بتاعت ايهاب، يبقى الكلام مع عمك حسن. بصي انت بكره الصبح من بدري تاخديني توديني الاسماعيليه عشان اكلم عمك حسن وش الوش، بس ايه من غير ما حد بقى من اخواتك يعرف ولا حد يحس بينا، انت فاهمه؟ هيجرى لي حاجه يا ماما؟ انا هيجرى لي حاجه؟ ما هو ده اللي انا خايفه منه. امال انا عماله اقول لك اهدي يا حنان اهدي يا حنان ليه؟ مش مهم الفلوس يا بنتي، انت اهم عندي من كل فلوس. الحمل ده اهم عندي من كل حاجه. ده انا ما صدقت ان ربنا من عليكي بحمل جديد وهيعوضك من اللي فات. اهدي يا حبيبتي، اهدي عشانك انت وعشان صحتك اهم من كل حاجه يا بنتي. ده المرض ما بيخليش الواحد يستمتع باي فلوس حتى لو فلوس الارض كلها. اهدي يا حنان، اهدي يا حبيبتي، تعالي في حضن ماما، تعالي يا حبيبتي، اهدي كده وصلي على النبي.